مما يخاف على أمته، لأنه صلى الله يعني يخاف عليها من إيه؟ يخاف على أمته من إيه؟ من عذاب، من هلاك، من مجاعة، من تسلط الأمم عليها. اوعى تفهم انه يخاف على امته الشرك ولا عبادة الكلام ده. والله أمنهم، قال ما اخشى عليكم ان تشركوا من ده في حديث البخاري. وانت تقول يعني انت خايف على الامة اكثر من خوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت احرص علينا من رسول الله؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم. انت عمرك ما هتكون حريص على الامة اكثر من نبيها، وهو لم يخشى عليها الشرك ولا الكفر. انت اللي بتخشى شيء في ايه؟ في وهمك وفي عقلك فقط، لا وجود له في الواقع، ولا في شرك ولا في كفر ولا في ضلال الا في عقلك.